صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة قعدة الكويرة. اهلا بكم يا اصدقائي واخواتي الكويرة في كل مكان. في فيديو جديد هنتكلم فيه عن اخر اخبار والمستجدات المحلية والعالمية. طبعا مع بداية الموسم القاري حبيت اقول لكم كل اخواتي كل سنة وانتم طيبين. بداية الدوري المصري بكرة وبداية الدوريات الاوروبية على الابواب، فخليك متابعنا عشان تقدر تستفيد بكل جديد. ويلا بينا نبدا. اول خبر معانا رضا سليم نجم النادي الاهلي. الجيش الملكي يعلن ضمه لمدة موسم على سبيل الاعارة. الزمالك يعلن رسميا ضم خوان الفينا لمدة 4 مواسم بما يقارب حوالي 2 مليون دولار. نقلا عن مصدر من نادي بتروجيت قال ان النادي نجح في تأجيل صفقة انتقال حامد حمدان لنادي الزمالك. المصري البورسعيدي يضم الظهير الايسر الفرنسي كيليان كارسندي في صفقة انتقال حر صاحب 19 عام قادما من نادي الشباب بنادي لاتسيو الايطالي. وسون هيونج مين ينتقل رسميا لنادي لوس انجلوس بعد 10 سنين قضاها في توتنهام. ايام جريليتش اصبحت معدودة في مانشستر سيتي، وهناك اهتمامات من نادي ايفرتون بضمه على سبيل الاعارة. سيسكو بعد رغبته الكبيرة في الانتقال الى مانشستر يونايتد، ما زال مانشستر يونايتد يكثف جهوده للتعاقد مع اللاعب، ونيوكاسل ينتظر على امل فشل الصفقة. بعد اقل من ساعتين سيتم الاعلان عن المرشحين الثلاثين لجائزة البالون دور من مجلة فرانس فوتبول. تقدر تقول لنا مين تتوقع مين التوب 3 هذا الموسم؟ واتمنى يا اصدقائي تشاركونا برايكم في التعليقات وتقول لنا من سيكون بطل الدوري الموسم الجديد، الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز، وترتيب الثلاثه، او لو انت عندك ترتيب مختلف مفيش اي مشكله. اتمنى تشاركونا برايكم في الكومنتات. بطوله الدوري هتبدا بكره ان شاء الله، واتمنى تتابعونا برضو، هتلاقوا كل حاجه مفيده وكويسه. بكده تكون انتهت اخبارنا يا اصدقائي، واتمنى تعملوا لايك واشتراك القناه والفيديو عجبكم وشير القناه، وشكرا جدا. سلام عليكم.